ازيكم عاملين ايه؟ النهارده نزلت اول محاضره تاسيس من مستر احمد الجوهري احياء دفعه 2027. وبما ان انا علمي علوم فطبعا هشوفها، بس حبيت ان انا اشوفها معاكم بحيث نشجع بعض يعني وكده. وبعيدا بقى عن اجواء المكتب وكل ده، انا لولا ان انا بصور ما كنتش اساسا قعدت على المكتب. فبجد الموضوع ابسط من كده وخدوه بهداوه وببساطه. انا عملت اكونت على المنصه، هو بيحتاج ان احنا نعمل لوجن من على التليجرام. فانا عملت ده، واتبعت لي بقى مسجات لتفاصيل مجموعة الستارز والكلام ده. كل اللي عمل اكونت على المنصة هيفهموا انا بتكلم عن ايه. فالصراحة الموضوع محمس شوية، فعشان كده انا قاعدة ملتزمة بنزول المحاضرة. يعني هي نزلت الساعة 5، دلوقتي الساعة 6:30، وقاعدة بشوفها عشان اسلم الواجب واشوف محاضرة الحل واخلص دنيتي قبل الساعة 3 بالليل. تمام تمام. انا طبعت الورق. اي صوت عربيات اعملوا له سكيب عشان انا خلاص يعني اتخنقت. طبعت الورق اهو. و هنا كتبت عشان ايه نبقى مع بعض خطوة خطوة. هنا كتبت اللي بإذن الله هيتشرح، بحيث كل نقطة او كل بوينت هو هيشرحها هنعمل عليها صح ونحس بإنجاز اكتر يعني وكده. طبعا الحاجات بتاعة البدايات دي ملناش دعوة بيها، بس يعني فالمفروض هبدأ دلوقتي زي ما قلت لكم الساعة 6:30. مطالب مني ان انا اشوف المحاضرة واحل الواجب قبل الساعة 12، واشوف محاضرة الحل واخلصها قبل الساعة 3. تمام تمام، يلا بينا. قبل ما ابدأ، النهاردة يوم السبت 27/6/2027. دي كده اول حاجة اشوفها تخص تالتة ثانوي. يا رب يا رب اجعلها بداية خير ونهاية خير، وتبقى حاجة يعني سنة كويسة كده، وتبدأ كويسة وتنتهي كويسة. بس مش عايزة اكتر من كده. بسم الله. المحاضرة الأولى في الكورس التأسيسي لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي لدفعة لم تدرس ولم تسمع عن مادة الأحياء. أنا خلصت أول جزء، يعني اللي هو أول حتة كده، اللي هو إيه الشرح العام أو اللي هو التفاصيل العامة اللي هو كان بيقولها. المفروض دلوقتي هبدأ في الكربوهيدرات. أول حتة دي اللي هي ساعة إلا تلت من المحاضرة، مش حاجة صغيرة. لخصتهم في الجزء ده. قولوا إن هو حلو، اعترفوا. طيب، كمان لقيت حاجة يا جماعة. أغلبية يعني اللي بيتقال كنت أنا واخداه في كورس سفير. فبصوا ده بقاله 3 سنين ولا حاجة كشكول ده. بصوا كنت هنا بكتب، فحاسة يعني في حاجات عندي قديمة برضو. ايه، مش هحتاج ان انا اكتب كل المعلومات لان في حاجات قديمة عندي. يا جماعة انا بصور بكليبس كوم وبصور في الحر، فبليز بليز بليز يعني عايزة بقى لايكس وكومنتس يعني. اتصرفوا يا جماعة، انا بتعب والله بتعب. فهكمل ويلا بينا. مش بصور كل حاجة عشان بصور للتيك توك بالطول، فهينزل هنا شورت كده كده، يعني نستحمل بعض. يلا بينا. هي بتتكون من مونو ميرات، والمونو ميرات ديت اسمها سكريات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. طيب دلوقتي انا خلصت اول ساعة، بمعنى اصح الكربوهيدرات، وصليت المغرب لان دلوقتي الساعة 8:15. دلوقتي الساعة 8:30. تمام، وانا خلصت الكربوهيدرات. فالمفروض دلوقتي اكمل. باقي قد ايه كده؟ باقي 2:30 في المحاضرة، فيا رب الحق اخلصهم قبل 12 واسلم الواجب وكل الكلام ده. يلا بينا. انا طبعت الواجب كمان، يعني طبعته في البريك اللي انا خدته ده. هدبسه وهكمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. انا مش فاكره انا وقفت معاكم لحد فين، لان انا كنت بصور طول وعرض وكنت بوقف والتليفون فصل، مش فاكره اي حاجه. بس النهارده الاربع 1/7 وانا لسه حله الكويز.
بس هقول لكم الاول انا عملت ايه يوم السبت وبعدين نقول الكلام اللي انا عايزه اقوله. يوم السبت انا الوقت ضاق جدا معايا، كان باقي بتاع 3 ساعات والتليفون فصل وخلاص بقى الدنيا كانت وحشه قوي معايا بجد. الموضوع كان صعب قوي قوي ان انا اسلم يعني قبل الساعه 12، خصوصا ان انا بكتب والكتابه بتضيع وقت طبعا وكل الكلام ده. بس انا مش بذاكر بجد يعني عشان يفرق معايا بقى كتابه والجو ده، على قد ما انا كان نفسي ان انا اسلم قبل الساعه 12 وفعلا سلمت حرفيا 11:55. فكده المهم انا سلمت الواجب وقعدت بقى استريحت وكلت. بعديها بدات ان انا اعمل مونتاج للفيديو اللي انا نزلته على التيك توك اللي هو بالطول، اللي انا بصوره بالطول. نزلته من هنا، كميه كومنتات جت، في كومنتات بجد كتير جت حلوه، بس في كومنتات اكتر جت وحشه. فانا دلوقتي انا هفهمكم بس حاجه وهرد على الكومنتات دي هنا يعني، او هدردش معاكم. تمام؟ طبعا كده كده كل اللي عندي يوتيوب انا بجد بحبهم قوي قوي، يعني انا بجد بحبكم جدا. وكل اللي عندي تيك توك برضو بحبهم قوي قوي، وهم بجد عارفين نفسهم وان انا مش بكلمهم كمجرد ناس عندي او عاملين لي فولو، لا خالص، هم عارفين كويس قوي ان انا بكلمهم بجد كاخوات. انا لما نزلت الفيديو جالي بقى كومنتات 30 من 60 في الاحياء، مش حلوه فرحه البدايات، ما تبداوش، مش عارفه ايه. انا ما عنديش اي ادنى مشكله من حد بينصحني، وفي كتير قوي دخلوا لي برايفت ينصحوني حتى لو النصيحه مش بشكل منسق او لطيف، بس دخلوا لي برايفت ونصحوني. اللي عايز ينصح بطريقه كويسه، انا ما عنديش اي ادنى مشكله. بس اللي كانوا بيتكلموا في الكومنتس هم كانوا يعني عايزين ايه، كل واحد بيدي كومنت بحيث يعلي على اللي قبله فيجيب لايكس على الكومنت، يعني دي اقصى اهدافهم ان هم يجيبوا لايكس على الكومنت. ف فصراحه انا اتضايقت جدا جدا جدا، خصوصا ان في بنت شتمتني في الكومنتات، ونفس البنت دخلت لي برايفت بتقول لي انا عايزه الملخص، اللي هو هي حرفيا بتشتم في الكومنتات عشان تجيب لايكس، وفي نفس الوقت هي عايزه ملخص. قادره افهم هما كانوا بيتعاملوا ازاي، مش قادره افهم كان ايه وجهه النظر، بس تمام. انا دلوقتي هرد على اول حاجه. انا يوم ما شفت المحاضره وانا بسجل في بدايه الفيديو ده، هتلاقوا ان انا كنت بقول ايه، ان انا لولا ان انا بصور كان زماني بشوف المحاضره على الكنبه عادي جدا، وان انا والله واخداها ببساطه وبروقان وبكل حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه، بالمنطق وبالعقل، مفيش بني ادم هتبقى مظبطه المكتب ومجهزه الوان ومجهزه حاجات وبتكتب ورايقه اكيد، يعني مفيش حد هيبقى وانا لابسه بكم وفي الصيف يعني مظبطه كل حاجه، فاكيد انا مش هبقى بذاكر بجد ومقطعه الكتب يعني وانا بصور. ده تاني حاجه. تالت حاجه، انا هدفي من تنزيل الفيديوهات ان انا اشجعكم، يعني انا الهدف الاساسي ان احنا نتشجع نذاكر سوا. انا عندي معلومه اقولها لكم، انتوا عندكم معلومه تقولها لي، زي ما بجد كتير قوي بيفضلوا ينصحوني ويقولوا لي على مدرسين وحاجات كتير قوي، وبجد يعني انا بفرح جدا لما ده بيحصل. وبجد انا كان فاضل لي تكه بسيطه واقفل الاكونت، والله كان فاضل لي بجد تكه واقوم قافلاه. مبدئيا كده لا دفعه 26 ولا 25 ولا 24 ولا اي دفعه قبلينا جربت اللي احنا جربناه. تقريبا احنا اول دفعه في نظام العلوم، مش تقريبا، هو احنا اول دفعه في نظام العلوم المتكامله ونظام التقييمات والنظام الجديد ده. كل الطلاب بتوع علم علوم دفعه 2027 هم ما يعرفوش بجد اي حاجه عن الاحياء، ما يعرفوش عنها اي حاجه بمعنى اي حاجه. فبالتالي يعني انا دلوقتي واحده ككنزي بتكلم عن نفسي دلوقتي، انا كل دروسي اونلاين وانا مش قدامي غير 3 بس اونلاين. يعتبر ال3 نزلوا تأسيس، فانا بالنسبه لي كله نزل تأسيس وانا هكمل معاه لحد اخر السنه، فانا يبقى لازم امشي معاه خطوه بخطوه ولا مش لازم؟ يعني انا هو الموضوع مش اختياري قد ما هو اجباري بالنسبه لي، ان هو نزل خلاص وانا ده اللي هكمل معاه، مفيش غيره، مفيش اختيارات تانية بالنسبه لي. فلازم امشي معاه خطوه بخطوه، وفي غيري كتير كده. انا ما طلعتش وقلت ان انا هتاسس في الفيزياء والكيمياء ولا اي حاجه، ان دول انا عندي خلفيه عنهم، لكن الاحياء انا ما عنديش فعلا خلفيه عنهم. وطالما المستر اللي انا هاخد معاه فيزياء وكيمياء ما نزلش حاجه فانا مش هاخد حاجه، لكن المستر اللي انا هاخد معاه احياء وهكمل معاه طول السنه بدا، فلازم ان انا هبدا معاه. يعني حطوا نفسكم مكاني. تمام. كمان في حاجه، اللي سالوا على درجه الواجب. انا درجه الواجب انا الحمد لله جبت درجه كويسه. ايه بقى هي درجه الواجب؟ نفترض انا جبت درجه
اكتر مثلا من بتاعتكم، ساعتها ان انتوا هتتضايقوا وانتوا لسه اساسا في البدايه. انتوا قارنوا الواجب بتاعكم بتاع المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه والمحاضره الثالثه، قارنوا نفسكم بنفسكم مش نفسكم بغيركم. درجه الكويز انا لسه ممتحنه الكويز، ما قفلتوش عشان بس نبقى متفقين، ما قفلتوش. بس امتحنته وجبت الحمد لله درجه كويسه. تمام. ايه برضو ايه هي درجه الكويز؟ بلاش انتوا قارنوا نفسكم بنفسكم، عشان بس بيفضلوا يقولوا ايه طب احنا عايزين نعرف عشان بس نفهم مستوى الاسئله. انا الحاجات دي انا واخداها قبل كده، في حاجات كتير انا عارفاها قبل كده، فممكن اكون انا جايبه اعلى، ممكن اكون جايبه اقل، الله اعلم، ما اعرفش. فكده تمام. اخر حاجه بقى هقولها، انا ليه ما نزلتش الملخص لحد دلوقتي يا جماعه؟ الستاند بتاعي اتكسر، الستاند بتاع المكتب اتكسر. انا دلوقتي بصور على الترايبود وانا مش بحبه، فانا جبت ستاند باضاءه جديده باذن الله، في تصوير مختلف واحسن من الاول. فالستاند هيوصل على بكره، فباذن الله هكون منزله الملخص بكره. ما اقصدش ان انا اتاخر ولا اقصد اي حاجه، وهحاول انزله هنا على اليوتيوب برضو، على المنشورات او المنتدى، مش عارفه اسمها ايه، بس هحاول انزله هنا برضو. تمام. بس كده، مش عايزه اكون ضايقت حد او اي حاجه، لان انا بجد ما اقصدش اي حاجه، انا اقصد اوضح بس كام حاجه. وكمان انا عايزه اشكر واحده بجد بنوته عسوله قوي اسمها مريم، انا بشكرها قوي وبحبها قوي. هي تقريبا ما سابتش كومنت غير لما ردت عليه، كل الكومنتات الوحشه هي يعني طلعت عينهم في الكومنتات، فبجد يعني بحبك قوي. وبس كده.